ركز وافهم، لأن كل كلمة ممكن تفرق في حياة طفلك. لو عايز تعرف ازاي تحمي ابنك من التنمر وتخليه يواجهه بشخصية قوية، يبقى لازم تكمل معايا الحلقة دي. يلا نبدأ. مش كل طفل بيتعرض للتنمر هيجي يحكيلك. أحيانا العلامات بتكون واضحة، بس للأسف مش بناخد بالنا منها. التنمر مش مجرد هزار، ده جرح بيكبر مع الطفل، ولو ملحقتوش ممكن يفضل مؤثر عليه حتى لما يكبر. في إشارات لو لاحظتها لازم تتحرك فورا. لو ابنك بقى انطوائي فجأة، أو بقى عصبي ومتوتر طول الوقت، لو بقى يرفض يروح المدرسة بدون سبب واضح، لو بقى متردد مهزوز، أو حتى بيحاول يقلل من نفسه طول الوقت، هنا لازم تركز وتسمعه. وما تحاولش تبسط الموضوع وتقوله ما تديش حد أهمية، لأن الطفل اللي بيتعرض للتنمر مش محتاج نصيحة سريعة، محتاج إحساس بالأمان. طيب لو اكتشفت إن في تنمر على ابنك، هتتكلم معاه إزاي؟ أول غلطة بيقع فيها الأهالي إنهم يلوموا الطفل نفسه. أنت ليه سايبهم يتريقوا عليك؟ إزاي يعني محدش بيحبك؟ أكيد أنت السبب. الجمل دي بتهد ابنك أكتر وتخليه يحس إن المشكلة فيه هو، مش في اللي بيتنمر عليه. أول حاجة، ما تفترضش إنه هيجي يحكي لك من نفسه. أوقات الطفل بيكون خايف أو مش عارف يعبر عن اللي حصله. لو حسيت إنه متردد، متضغطش عليه، بس قوله بص، أي حاجة تضايقك أنا هنا عشان أسمعك، مش هزعق ومش هقولك طنش ومش هحكم عليك، إحنا فريق واحد، فهمني؟ الجملة دي ممكن تخليه يقرر يحكيلك. مجرد إنك تفتح له مساحة يتكلم فيها وتسمعه بدون ما تقاطعه أو تقلل من مشاعره، ده أول خطوة لحل المشكلة. طيب إزاي تساعد ابنك يواجه التنمر؟ علمه يرد بثقة مش بانفعال. لما حد يتريق عليه، ما تعلموش يزعق أو يتخانق، لكن يتكلم بحزم وثقة، زي مثلا رأيك مش مهم بالنسبة لي، شكلي عاجبني، وأهم حاجة إني بحب نفسي، أنا مش محتاج رأيك، شكرا. الكلمات البسيطة دي لو قالها بثقة هتخلي المتنمر يفقد المتعة في الاستفزاز. علمه لغة الجسد القوية، يقف مستقيم، ما يبصش في الأرض، يحافظ على نبرة صوته تكون قوية، يبص في عين اللي بيتكلم معاه مباشرة، وما يظهرش أي خوف أو توتر. المتنمر بيدور على رد فعل، لو ملقاش هيسيب ابنك في حاله. عشان كده مش كل مرة الرد بيكون كفاية، ساعات لازم يتجاهل. مش ضعف، بالعكس، التجاهل الذكي بيخلي المتنمر يحس إن ملوش تأثير. جرب تعمل معاه لعبة في البيت، انت تلعب دور المتنمر وتقول له كلام مستفز، وهو يحاول يرد أو يتجاهل بطريقة قوية. كل ما يتمرن أكتر هيبدأ يحس بالثقة. علمه إزاي ما يخليش كلام الناس يأثر فيه. اسأله، لو حد قالك إن لون السماء أخضر هتصدق؟ لما يضحك ويقولك لأ طبعا، قوله بالظبط، زي ما السماء لونها مش بيتغير بكلام الناس، انت كمان مش بتتغير عشان حد قالك كلمة مش حقيقية. ساعده يكون علاقات صحية، شجعه يدخل أنشطة رياضية أو فنية تخليه يقابل ناس تشبهه، لأن الطفل اللي عنده أصحاب داعمين بيكون أقل عرضة للتنمر. لو التنمر مستمر لازم تتدخل، بلغ المدرسة وتكلم مع المدرسين وشوف الحلول اللي يقدروا يعملوها. مفيش حاجة اسمها خليه يعتمد على نفسه في الحالات الخطيرة. طيب إزاي تخلي ابنك يتقبل نفسه وما يتأثرش بالتنمر؟ أهم حاجة إنك تبني ثقته بنفسه من جواه. امدحه دايما على شخصيته، مش بس على شكله أو درجاته. خليه يحكي عن إنجازاته في اليوم مهما كانت بسيطة. علمه يركز على الحاجات اللي بيحبها ويطور نفسه فيها. ما تقارنوش بحد أبدا، وخليه يعرف إن قيمته مش في رأي الناس لكن في نفسه. في النهاية التنمر مشكلة، لكن الحلول موجودة، وأهم حاجة تخليه يحس إنك دايما في ظهره. الطفل اللي حاسس إن أهله مساندينه بيكون أقوى من أي تنمر. قولولي في الكومنتات إيه أكتر موقف حسيت إنك محتاج تدعم فيه ابنك ضد التنمر، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان نوصل لكل أب وأم محتاجين يعرفوا المعلومات دي.